عليكم ورحمة الله وبركاته. فعلنا فيديو وناشدنا الدولة بجاه الله وطرحنا الجيهان يخرجوا أحمد حجر. لا حد سمعنا، لا حد تجاوب معانا، لا حد. يا جماعة طرحنا الجيهان، طرحت جاهي وحلت قضية البوسنة والهرسك. احترموا جاهي، احترموه وسدوا لاني طرحت جاهي. وانتم نطرح لكم الجيهان، نطرح لكم لا تعبرونا ولا تقدرونا ولا تفعلونا اي حساب ولا اي. ما لكم يا حكومتنا؟ الذي ما بيحترمناش ما نحترمش. احمد حجر ما هي تهمته، الدولة ما هي تهمته، واحبسوه اعدموه. الدولة ما هي تهمته، ما بيش انتقدكم فقط. انا شفت الفيديو، اخر فيديو لاحمد حجر، من شاهد الفيديو متأكد ان احمد حجر فعل هذاك الفيديو وهو ما بيش معي في البيت حق العشاء. يعني اول مرة احمد حجر يتفاعل هذاك التفاعل، يصيح اول مرة. امانة اني كنت اشوف الفقر في وجهه. يعني الادمي ضابح ما بيش حق العشاء، فعل فيديو خرج عن النص شوية. صح انه عم الكل، هو غلط احمد حجر انه عم الكل، قال الحكومة كلها الحوثيين عم الكل. زلت لسان وما بشي والدنيا سلامة. فمن عفا واصلح فاجره على الله. هذا العادي. الله هي خلوه ينفس عن الشعب، خلوه يخرج ما في قلب الشعب، ما بش فيها شيء. ما يعني احمد حجر لا يشكل خطر ولا انه يعني بيزعزع من البلد ولا انه يعني احمد حجر حجر تحبسوه حجره. ما خلوه يتحاكى، خلوه يصيح. لا هو بيتواصل مع الموساد الاسرائيلي ولا يعني انتقدكم انتقاد يعني بس عادي انتقدكم. ما لكم يعني حسستوني انكم طيور الجنة. شو انتقدكم؟ ادخلوا شوفوا التعاليق. لو ما اي اعلامي في صنعاء ينتقدكم ادخلوا شوفوا التعاليق واحكموا بانفسكم. كلهم بيقولوا صح اقسم بالله انك انت ما في قلبي، والله انك صادق، والله انك رجال، والله. يعني الناس كلهم دارين بكم وبافعالكم. انا ما منعمش الكل صح، وضروري اي اعلامي لو ما يكون ينتقد لا يكونش يعم الكل، لان في حكومه صنعاء صادقين مؤمنين، في من انصار الله، في من الحوثي، من كل جماعات، في رجال وصادقين، حتى من اللي في مارب، اللي في رجال في عدن، في في السعوديه، في كل مكان، في الصالح وفي الطالح. فالواحد دا يكون يعم الكل. كلكم فايز. احمد حجر غلطه بسيطه بجاه الله. لا عاد شي قبيله خرجت، لا عاد شي قبيله، لا عاد شي قبيلي، لا عاد شي واحد قبيلي في الدوله خرجوا احمد حجر. زلت لسان ضابح والجبح حراف. حتى انا لو ما اجي افعل فيديو وانا سالي والجبدان، افعل فيديو وانا يعني بكل هدوء ممشط شعري لابس يعني معطر، وافعل فيديو وما اتفاعلش وما اتشنج. كمان حراف، كمان جاوع، كمان ضابع، يقع فيديو يعني ما عاد ندخل يعني ننعذ المسؤول هذا وندخل جحر المسؤول هذا ونخرج من جحر المسؤول الثاني يعني ضابحين. قدروا يعني عادي قدروا الشعب هذا. نكبتونا 8 سنوات وانتم بتسرقونا بتنهبونا ولا واحد يتكلم كلمة تعال احبس. خلوا الناس يتحاكوا. خرجوا احمد حجر هذا مسكين والله، لا هو حق حبس ولا فيها السكر، مريض تعبان بنت. اقسم بالله العلي العظيم اني منكلم اخوه في التلفون وامه جنبه بتبكي من اسمع بكاء امه. لا عندي شلت امه التلفون من اخو احمد من ابناء وبتكلم، قالت يا مصطفى والله لاحرق نفسي لو ما يخرج مني، لاحرق نفسي. خرجوه معه اسره، معه عائله، يخرج يطلب الله عليهم على بطنه وعلى مرته وعلى عياله. حاجز الله. وقالوا يشلوا دوره. طبعا هو محبوس في جهاز الامن والمخابرات. انا تواصلت مع ناس في جهاز الامن والمخابرات وقالوا يشلوا دوره. يمكن يشلوا دوره ثقافيه، يثقفوا، يوعظوا، مشوا بالغاصب الدوره الذي يصير.
دورة هذه حق انصار الله، الذي يصير يصير. اما بالغصب تشله دوره بالغصب، تثقفه بالغصب، افانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. هذا ما وصلني من اخبار انهم يشتوا يشلوا احمد حجر دوره، ما هوش بالغصب. تشله ما بلا يصير يعني حبس بالطريقه الرومانسيه، يعني ما يشوفوا يقولوا نحبسه، لا احنا عنشله دوره، يعني هنا حبسه بس بطريقه كذا يعني. فاحمد حجر يخرج، انتقدكم انتقاد، يعني قلت لكم صح انه عم الكل زلة لسان، وبعدها هو ما بيتكلم. شو هو بيقول لكم؟ ايش بيقولوا الناس؟ ان ما سر ان ما جاء كلهم بيقولوا هذا الكلام، الحوثيين صاروا سرقونا نهبونا، وهذا الكلام مو صحيح، هذا الكلام هو صدق، هو ما بيكذبش، هو ما بيتبلاش، هو مش انه محرض من العدوان علشان يزعزع الوضع انتم دارين بالشعب اليمني، والله لا هو حق ثوره ولا هو حق خرجه ولا هو حق شيء، انتم ما قدرش عفاش وهو بالسلاح وهو بالقوه هذه، وطارق عفاش كم والجيش ولا ما قدرش يفعل ثوره ولا قدر يفعل شيء. احمد حجر تخافوا منه، تحبسوه، ما قدرش يفعل ثوره ويزعزع من عفاش. علي عبد الله صالح اللي كنا نبصره هتلر ما قدر، والله ما قدر، ولا حد يقدر يفعل في البلاد اي شيء، لا فوضى ولا ثوره ولا اي شيء. فاحمد حجر خلوا ما معنا لا ايش، نتكلم، نصيح، نخرج ما في قلوبنا، نلعن، نسب فقط. لما تحبسوا واحد دليل خوفكم، دليل ضعفكم، احبسوه خايفين ضابحين. يعني فيكم خوف، فيكم ضيق، ضبح من الشعب، ما تشوفوا حد يتكلم، ما تشوفوا حد. هذا دليل خوفكم، دليل ضعفكم، دليل جبنكم، انتم الجبناء. حابس لا يتكلم، لا يذيع، انت ليش تحاجة؟ انت خرجوا لا تفتحوا ثغرة انتم للعدوان. الحين بتقولوا الاعلاميين بيفتحوا ثغرة للعدوان لو ما يتكلموا، انتم الذي بتفتحوا ثغرة للعدوان. لو ما حبستوا احمد حجر ادخلوا شوفوا قناة سهيل، ادخلوا شوفوا قناة الحدث، قناة الجزيرة، كلهم احمد حجر. الاعلامي العظيم الكبير الجليل العلام المفتي مشوه حبا في احمد حجر. كل القوم تتكلم على احمد حجر، حبسوا الحوثي، مشوه حبا فيه. يشتوا ايش؟ يشتوا يوروا الناس كيف انتم، شوفوا كيف الحوثي، شوفوا انتم الذي فتحتوا ثغره يا مغفلين، يا عبيطين، يا اغبياء. احمد حجر غلط، زلت لسانه، يا اخي تعال كلمة والله يفتح عليك، لا تحتجزوش، لا تفتحوش انتم ثغرات يا مباليد. ايش من دولة هذا، ايش من حكومة، ايش من دولة وايش من حكومة. والله ان ما قال احمد حجر فيكم انه 1% من ما في قلبي، 1%. قال احبسه، هذا بيشتغل تبع العدوان ولا يعني ما قالوا الشيء هذا، ولكن متأكد انه هذا ما في راسه. ايوه هذا تبع العدوان، هذا بيحرض لزعزعة الامن الداخلي. ايش الخوف الذي فيكم؟ ايش الجبن، ايش الضعف الذي فيكم؟ انت يا اخي على الحق، مسيرة قرآنية وعلى الحق. والله لو 1000 حجر تتكلم علينا ما نخاف ولا نزعل ولا عادي يضحك، واحنا على الحق، الله معانا. نخاف من احمد حجر ومن الذي يصدقوه ومن الذي اي معاكم عقول، انت على حق خلاص. والله لو انت لحالك لا انتم دولة وتخاف لي من اعلامي، تخاف لي من واحد من اثنين لا يحرض لا هذا دليل انك على باطل، مشك على حق على باطل. لو واحد يتكلم على وتنبع تحبسه، وين الحق؟ كم كانوا يقولوا على رسول الله ساحر كذاب مدري منافق، وكانوا يحرضوا على هذا النبي. حبس واحد، ليش بتقول علي؟ ليش بتحرض المؤمنين علي؟ ليش قال الله للنبي وقاتل في سبيل الله لا تكلف الا نفسك، لحالك، وقف لحالك، انت على حق، وقف لحالك، لا تدور شو لحالك، من جامعك لحالك. ليش؟ لانك على الحق. اذا انتم على الحق، والله لو الدولة واحد فقط على الحق والكل بيتكلم عليه ما يخافش، وهذا انتم دولة وتخافوا من شخص، دليل انكم على باطل. خرجوا احمد حجر لا عاد شي قبيليه. وثاني شيء رسالة إلى الدولة، إلى جهاز الأمن والمخابرات.
في بعضهم في جهاز الأمن والمخابرات يشتي يدكها إنه المحقق كونان يتابع أي إعلامي يراقبه، إذا وصلت لهذا الإعلامي 20,000 يقول هذا رسلوا له زلط تبع العدوان علشان يزعزع الوضع في الداخل، علشان ينتقد الوضع في الداخل. يا كونان يا عبيط، زيادة الذكاء غباء. بعضهم الشيء يا سعم علشان يركوه في العمل، يرفع تقارير على هذا وعلى هذا، وهو غبي عبيط بيضر البلاد لاجل يتركى. يندع نذره، هو الذي بيزعزع من البلاد بهذه التقارير. يعني لو ما يرفع تقرير على أحمد حجر ولا يرفع تقرير على مصطفى المومري، ولا أنت الذي زعزعتها من البلاد، أنت الذي خليتهم يجوا ينتفوا مصطفى ولا أحمد حجر ولا هذا الإعلامي، ولا والكل يتكلم عليكم والكل لعنكم والكل نسبكم أنت زعزعتها من البلاد يا حمار علشان يركوك، علشان يرفعوا لك نجمة يا طرطور يا صعلوك يا سفيه. والله ما همك البلاد ولا همك الوطن، إن همك الرتبة. يندعوا لك أنا رتبة ويزيدوا راتبك 5,000 يا سفيه يا طرطور. ولا اعرف النفسيات، اعرف. قال الله للنبي ولو نشاء لرأيناكم فلعرفتهم في لحن القول. أقسم بالله أنك تعرف الصادق والكاذب من كامل. الأمن والمخابرات الخبير، أقسم بالله أنك غبي وأنك عبيط. هؤلاء الإعلاميين الذي في صنعاء، لو إحنا مع العدوان إن إحنا من زمان، وأنا مع العدوان من قبل 7 سنوات وأنا معاهم. اصبر 8 سنوات على الجوع على الفقر على الظلم، وفي الأخير يصير معاهم. الآن السعودية والإمارات خاضعين لنا بيتمنوا الحل معانا. هؤلاء السعودية والإمارات الآن خايفين مننا، وإحنا عنصير معاهم، عنصير الآن معاهم في الوقت الضايع، وقدهم نادمين وقدهم خايفين وقدهم بيدوروا حل، ورجع نصير معاكم عقول. إحنا الإعلاميين الذي صابرين من قبل 8 سنوات، عن جد نصبر 8 فوقها، نصبر 100 سنة وفاء لله وللبلاد وللشهداء وللشعب. باوش علشانك، ما أناش خايف منك. لو أنا مع العدوان شاسر معاهم، شاقرحها من صنعاء وأقول أنا مع العدوان، أنا مع العدوان، شاقول هكذا، ما أناش خايف. أقول أنا جاوع أنا ضابح تعاقب، ما شاخفت منك شاسير، لا قدنا ذيك شاسير عندهم واتكلم من عندهم وأحرض. أنا في بلادي في وطني، أنا وغيري من الإعلاميين عرضوا علينا، أقسم بالله أنهم عرضوا علي ملايين عرضوا علي في جوازات للخارج لذي بلادي. والله ما أخرج، ما أعيش وأموت إلا في صنعاء. ولا هؤلاء الدولة هذا يعني زيدت الفساد الظلم، ما استجابت لأصواتنا. أقسم بالله لا نخرج ندسعكم، لا كل وزارة ولا كل بيت مسؤول، والله لا ندخل لك للبيت. ما نهربش ونحرض من خارج، ما أحرض إلا من أنا من داخل. كونوا دعوكم صلوا على النبي، لا تكونش تصدقوا للتقارير. المومري العلاف أحمد حجر ارفع تقرير، ارفع مدري ما، طابز بهذا علشان يركوك يا خسيس يا منافق. أنت المنافق، هم هؤلاء المنافقين، هم هؤلاء. ضبحوا بناش، خلونا ننفس بما في قلوب الشعب. احمدوا الله ان احنا بنوصل لكم الحقيقة. انتم يعجبكم المطبلين، الوضع سابر والاسعار رخيصة والشوارع فاضية والبترول الدبابة 1000 والخبزة الحبة هكذا ب10 ريال. تشتونا نكذب ننافق، منتكلم بالصدق، منوصل لكم الحقيقة، ما تعجبوش، ولكن أكثرهم للحق كارهون. ما تشتوش. أيش الفرق بينكم وبين العدوان؟ أيش الفرق بينكم وبين إسرائيل؟ أيش الفرق؟ ما في فرق. لأنتم ما تحبسوا أصوات الحق، تحبسوا المساكن، ليش تتكلم، ليش تفعل، إحنا عاد بنقول أنتم أحسن السعين، أحسن من غيركم. هو ذا وأنكم طلعتوا سواء، تشابهت قلوبكم كلكم سواء. خرجوا أحمد حجر، لا عاد شيء قبيلة مع مع أخواتكم، قدروا. أنتم دارين ما هي أمنية حياتي؟ واحدة فقط، أمنية حياتي واحد، نفسي إن المجاهدين الذي في الجبهات يأمنوا حول صنعاء، يجلسوا أماكنهم. احذروا أماكنكم، لا حد يدخل ولا حد يخرج. أماكنكم، وبهو العدو يدخل.
تمام، وبو العدو يدخل. وانتبهوا اي واحد يخرج، امنوا حول صنعاء واحنا الشعب نخرج، ان نسير صك على الصك احنا والدوله، ندخل لا كل وزاره نفضل نندع قتل احنا والدوله لا ما يطير الصوف. نفسي نتضارب احنا والدوله. اسكا ضاربني يا وزير الماليه، اسكا ضاربني يا اخي، نفسي اضارب الدوله، نفس نشين مش قتل، مش رمايه ولا دم ولا شيء، ولا حتى صمل ولا جنابي بيدينا. خلاص مسك، خلونا نبرد قلوبنا، يعني نخرج هكذا من بعد الفجر لا ظهر، يخرج الشعب كله من بعد الفجر لا ظهر، ونتضارب نتصافح احنا والدوله، نخرج ما في قلبنا، نتلاطم صقع، القى وزير سكع وهذاك يخرج والمرافق من ورا الصقع وطم الشغل من فجر لا ظهر. كل واحد يروح بيته والدوله ترجع تمسك مكانها، هذاك يرجع يمسك منصبه على ما كنا، ويفسدوا ويسرقوا عادي خلاص. اهم شيء بردنا قلوبنا، لا نخرج ثوره ولا نخرج نزعزع من البلاد ولا نخرج انقلاب ولا شيء، نخرج فقط نبرد قلوبنا، نندع على المسؤولين قتله ونروح على البيت فقط، ويرجعوا يمسكوا مناصبهم ويسرقوا ولا عاد نشتي شيء. لا بعد 8 سنين ونخرج بعد 8 سنين هكذا، نخرج ندع قتله. اهم شيء المجاهدين في الجبهات ماشي يدخلوا صريناء معانا يضربوا المسؤول والعدو يدخل، لا مكانكم. احنا عنبرد قلوب المجاهدين احنا، لانهم هؤلاء المجاهدين الذين في الجبهات هم اقسم بالله انهم مغدغدين اقوى مننا، اقوى من الشعب. لا تقولوا ان هؤلاء الذين في الجبهات انهم راضين بالوزراء والمسؤولين وصابرين. خلوا بس نسد احنا والسعوديه ولا حوار ولا لا ما رجعوا المجاهدين هؤلاء الجو النفض والمسؤولين والوزراء النفض، انهم لا ما قصدكم راضين، ماشهم راضين والله ما هم راضين، وانهم لا يجوا. لو غربس السعوديه تسحب يدها من اليمن عن تنافض احنا بينتنا البين. لو السعوديه تشتي يعني حل، تشي تدمري الحوثي، تشي تدمري البلاد اليمن، انسحبي من اليمن وريحي، واحنا عنطلاطم من انفسنا، عنطلاطم والله ما نسد، والله ما ان اليمني معصوط من ايام التتار، واحنا قتلا في جحر قتلا، ريحوا لكم وخلونا احنا عند قاتل من انفسنا، عند قاتل لو ما ولا عاد يبقى يمني ورجع جو شلوا النفط حقنا والبترول والغاز. اهم شيء هذا الكاميرا دي حبيت اوصلها لكم.